الذوق الرفيع يجي من خلال اختيار المحتوى بعناية، ركز على استهلاك محتوى هادف وبه قيمة فكرية. وطبعا مثل الكتب الوثائقيات، إذا تشوف مثلا محتويات وثائقية جيدة لا بأس تطلع على كتب. بس حاليا ثقافة الاطلاع صارت شبه معدومة. ونخلي الترفيه يعني مو نقطع الترفيه بحياتنا، بس نخليها بحدود، ما نخلي المحتوى هو اللي يختارنا، نكون إحنا نختاره. ومن نشوف أحد أصدقائنا ينشر أو يشارك محتوى ما بقيمة، فعادي نستخدم يعني أسلوب النقد البناء، ونستخدم أسلوب الأسئلة مثلا تحاكي كل هل هذا المحتوى مفيد أو لا، بهالطريقة يعني حتى ما يصير بها جرح. بس لازم يكون لنا فد موقف يعني. صحيح، من رضى بفعل قوم حشر معه. أحسنتم. الأخ ليث الشريفي باختصار: من تشاهد السوشيال ميديا حط الله بين عيونك فعلا. وطبعا ضروري همنا نبتعد عن مشاهدة هذا المحتوى، لازم نقلل منه وما نتفاعل وياه، يعني حتى لو تعليق سلبي مثل ما ذكرنا. الظواهر اللي تنتشر إذا ما تعطى اهتمام يعني ما راح تنتشر أصلا. ترى شوف أصدقائك إذا مثلا ينشرون فد شيء سلبي، نحاول ننبههم بطريقة الأسئلة، نحاول نطلع، نقوي مثلا ثقافة الاطلاع على الكتب، وثائقيات، اكو هسه تقارير ترى مفيدة يعني موجودة. كلش مهمة قضية التفكير قبل التفاعل، هاي كلش مهمة. يعني قبل ما نتفاعل على فد شيء سواء إعجاب أو تعليق مشاركة كل شيء لازم نفكر قبل التفاعل. ودائما أخواني سئلوا نفسكم هذا السؤال: أي شيء تشوفوه اسأل هل هذا يعبر عن ذوقي أو لا. هاي كلش مهمة. هاي طبعا شي يقول لك صفحتك بالفيسبوك هو انعكاس لشخصيتك بالواقع، فاحذر أن تفضح نفسك. طبعا مو بس بالفيسبوك، بالانستغرام، بالتيك توك، بكل المنصات، فهي انعكاس. فأنت دائما بكل شيء تشوفه لازم تسأل هل هذا هو يعبر عن ذوقي. كلش مهم أنه نفكر بأنه هذا المحتوى هو يعبر عن ذوقي أو لا، هذا اللايك اللي راح أحطه يعبر عن ذوقي أو لا. لأنه الخوارزميات ترى أخوان إلها لغة معينة بالدعم ورفع المحتوى، نكون نفهمها شلون تشتغل بالضبط. ما تعرف أنه هذا والله تعليق سلبي، الديسلايك ممكن هي يعني مصمم كزر أنه هذا عدم دعم، يعني هذا المحتوى مو زين. بس التعليق هو إبداء للرأي. أنت من تبدي رأيك راح يطلع لأصدقائك راح يشوفوه، ترى أصدقائك راح يشوفوه، وهكذا.